ده شاليه نمرة 5 بالظبط من الكورنيش. شاليه متقفل بالكامل بالخشب. ده واجهته كده وفي كاميرات مراقبة. رقم 5 من الكورنيش. الشاليه كمان مساحة كبيرة حلوة، غرفتين نوم وفي غرفة ماستر، كله متقفل زي ما احنا شايفين. وادي السقف. تقريبا صحابه مسافرين فعشان كده عايزين يبيعوا. كل الجدار هنا معمول بالحجر، حتى التراك بتاعه هنا الممر الخاص ده طبعا مذكور في العقد المسجل بتاعه، كله معمول من الحجر زي ما احنا شايفين اهو كده لحد الاخر. وكمان في ميزة حلوة ان احنا في ظهر فندق دار الدفاع الجوي على طول. ادي هنا السقف كله معمول. يعني هو في شقق كتير في المدينة في مواقع كتير، عشان قبل كده حد سألني انت ليه دايما بتنقي حاجات جنب الفندق. ده ضيف كده دخل طبعا مع الباب اللي اتفتح ما نعرفوش، بس ايه، خلينا فرصة نجاوب على الحتة دي، لان احنا منطقة الفندق هي من احلى المناطق في المدينة. انت جنب الفندق فقيس الخدمات وقيس حاجات ياما قوي. يعني طبعا زي ما احنا شايفين المساحة عاملة ازاي. وهنا في باب مصفح، وده ضيف تاني برضو. هنا طبعا هو محتاج بس نقاشة يعني، بس هو الراجل صراحة صارف شوية في موضوع الحجر، يعني هو مزود فيه شوية. يعني كل ده كده ايه ريسبشن. وهنا كده المطبخ. ده شكل المطبخ برضو من بره. وهنا في غرفتين النوم وفي غرفة ماستر، هو بس عايز وش نقاشة، يعني هو معمول فيه جبس. دي كده أول غرفة، دي الغرفة الماستر. ده الحمام الخاص بيها. طبعا زي ما شايفين فيها شباك حديد. وده كده الحمام الرئيسي. الشاليه بيتباع كده زي ما هو، سعره حلو. كاش طبعا ما فيهوش بقى تقسيط، بيبيعه شخص عادي جدا للاستعلام. كلمنا على ارقام التليفونات. مساحة كبيرة، مسجل في الجمعية بالظبط رقم 5 من الكورنيش. وده شكله كده من بره.